السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده جيت لكم بيوم كله تفاؤل وخير ان شاء الله. الجو جميل يعني اليوم ده ما كانش الجو حر خالص، وكانت الدنيا حلوة قوي، وانا بحب اصور لكم كده اجواء الشمس والهواء والحاجات كده الجميلة دي على الصبح، يعني اللهم بارك. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اخر فيديو صورته معاكم رجعت لكم بروتين جديد وكلام جديد، وان شاء الله كده نقعد نتكلم في موضوع مهم. يا رب الكل يستفاد. واتمنى اللي بيسمع الفيديو يكتب لي في الكومنتات ايه رأيه في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. قبل ما نتكلم في الموضوع، كان في ناس بتسألني على الحاجات السمرة دي في البلكونة اللي انا حاجزة بيها السور دوت. سألتني يعني كده على الخاص، فقالت لي طب إيه ليه حطاهم؟ تشيليهم عشان كمان بيلموا تراب والكلام دوت. فانا حاطه دوت لان عندي البلكونه واسعه جدا، يعني عندي الرسمه بتاعت البلكونه اللي هم معموله دي، الديزاين بتاعها يعني في العماره كده واسعه جدا. فعندي حمزه الصغير يعني لو اي طفل لا قدر الله، يا رب ربنا ما يوري حد، لو بص منها، وهو طبعا بيبقى طفل مش مدرك، فممكن يقع منها. طب لو حطيت اللي هو الاشكال اللي هي الشجر او الخوص او الحاجات دي كلها برضك بتتكسر والطفل عادي يعني مع الوقت وكده من الشمس بتتكسر وبتتبهدل، فما ينفعش ان انا ايه كنت حطاه. فكان فيش بقى غير البديل دوت. فهو ده اللي انا حطيته مؤقت، وكده كده ان شاء الله ما يكبر بس شويه ويفهم كده ويوعى. اروح انا شايلاه بقى وايه وحاطه حاجات جميله جدا على السور من تحت كده. يلا نقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بدأنا هو يومنا وروتيننا. كفاية قوي بقى قاعدة كده بعد العيد، انتخنا بقى، كلنا اللحمة وانتخنا، كل سنة وانتم طيبين. قلنا بقى نقوم نشوف ورانا ايه ونشتغل بقى. زي ما انتم شايفين كده بدأت طبعا بالريسبشن عندي، وبعدين هبقى ادخل بقى الايه المطبخ. فكنت عايزة اتكلم معاكم النهاردة في موضوع كده شاغل الناس كلها ويعني في قطع صلة الأرحام. ليه بقينا نقطع صلة الرحم؟ ليه بقى الكل خايف من بعضه؟ ليه الأهالي كلها خايفة؟ ده يقولك لا أنا مش هقول لفلانة عشان مش هتتمنى لي خير، لا مش هقول دي أصلك دي بتبصي، لا مش عارفة ايه. فأنا مش عارفة صراحة، يعني حد اتكلم معايا في الموضوع دوت وبيقول لي ليه بقى في صلة رحم ما بقتش متواصلة زي زمان. هل يا ترى ده بيبقى سبب ان دلوقتي التليفونات سهلت السؤال للأهل مع بعض أو الأصحاب مع بعض أو الكلام دوت؟ هل يا ترى بتبقى نفوس مريضة؟ آه بيبقى الناس باصة للرزق، يعني بيصيل لرزق بعضهم، يعني شايفين ده أحسن وده أحسن، فبدأت النفوس تشيل. وبقى الناس كتير جدا ما بتحبش الخير لبعضهم، أيا كان قرايب أو صحاب أو اخوات. وخصوصا كمان الموضوع ده زاد قوي في الاخوات، يعني اكتر كمان من الاصحاب. فانتوا حبيباتي ايه رأيكم في الموضوع دوت؟ هل فعلا ده بقى منتشر كده كتير ولا ايه؟ ولو فعلا ده حقيقي، طب ايه السبب؟ يعني ايه السبب في كده؟ فانا هسيب لكم هنا طبعا حق الرد بقى في الكلام ده. انا رأيي بقى في الموضوع ده ان ما ينفعش ما فيش حاجه اسمها حد بيبص لحد او كده، اكيد طبعا بيحصل، بس لو احنا فضلنا ان احنا نقول ده بيبص وده بيعمل وحاسه الناس كلها ان هي مش بتحبني، او الناس كلها ان هي باصه للي في ايدي او بتحقد عليا، عمري كده ما هيبقى في صله رحم خالص، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها ان دي اساس الحياه. اساس الحياه صله الرحم، لازم يكون في بينا موده ورحمه وحب وحتى لو حد شايف ان في حد احسن منه، خلاص دي قدرة ربنا ان هو عايز يبقى كده، ودي ارزاق ربنا مقسمها، فلازم كل واحد يرضى بايه؟ بقدره وبنصيبه ورزقه ويحمد ربنا عليه. بس ولو حد انت شايفه حد ان هو فعلا بيبصلك او كده، معلش دي بتبقى نفوس، ولازم ان احنا نعامل كل واحد على قدر من عقله. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام قال كده: عاملوا الناس على قدر من عقولهم، يعني كل واحد هنعامله على قد ايه عقله. لكن ان احنا نقطع صله الرحم دي اصعب شيء في الحياه. ربنا مش هيجعل لاي حد فينا في حياتنا لو احنا قطعنا صله رحم، مش هيجعل لنا بركه في حياتنا، ولا هيبقى ربنا هيحبنا، ولا يعني مش هيبقى فيه، دي مش حياة. ده بالنسبة رأيي أنا. ده عايزة أقول لكم كمان إن دلوقتي الولاد اللي هي بتتجوز وتسيب أمها بقى وخلاص، سنة الحياة دي طبيعي، سنة الحياة. لا يا أمي أنا مش فاضي أعدي النهاردة، لا مش عارفة إيه، لا
والام بتلتمس لولادها العذر. لا، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. لازم تعرفهم ان هم لازم يكونوا متواجدين معاها وبجانبها حتى مهما كانوا مشغولين. لكن لو فضلنا ان احنا نديهم عذرهم ونلتمس ليهم العذر، الاعذار بتزيد اكتر واكتر. فبالتالي خلاص، ما دام امي تقبلت المره دي، اكيد المره التانية خلاص بقى هقول لها برضك مش فاضي، وهي عارفه ان انا مش فاضي وهي لامسه ظروفي. لا، لازم الام معلش تكون في الموضوع ده تكون حاسمه شويه، عشان ولادها يبقوا حواليها ما تحسش دايما بوحده. فانا عايزه اعرف منكم ده كلامي صح ولا ايه رايكم؟ يعني اتمنى كده في التعليقات تكتبوا لي هل كلامي صح، ولا ان الام ما تلتمسش العذر هتقولي لا ما هي لازم هتبقى شديده وما اعرفش ايه وهتزعل ابنها ومراته او بنتها وجوزها. لا، لازم كل واحده تبقى حاطه حدود كده في حياتها، ان امي ليها عليا واجب لازم اروح اشوفها، وبرضك حماتي لازم كده ابقى حاطه في حسابي ان انا زي ما بقضي امور بيتي وشغلي وحياتي، الناس دي برضك لازم ليهم عليا واجب ان انا لازم اود صله الرحم. الناس لازم اروح ازورهم، ان احفادهم دول لازم يبقى في صله رحم ويعرفوا اهلهم. لكن كل شويه هنقول اصلك احنا مش فاضيين ونروح مره في الشهر، انا يعني ما بحبش كده صراحه. ده بالنسبه لرايي انا. فانا عايزه هنا بقى تقولوا لي انتوا ايه رايكم في الموضوع ده. كده خلصنا روتيننا ودخلت بقى على المطبخ. كده كنت عجنت البيتزا طبعا قبل ما اطلع اعمل اروق يعني ريسبشن وكده. انا بحب يوم الخميس تكون الدنيا عندي رايقه، يكون صباح يوم الجمعه اجازه تكون الدنيا عندي رايقه. حبيت اخرج بقى اروح عند ماما اروح عند حماتي، ما يبقاش ورايا ايه حاجه. تمام. دخلت بقى عجنت البيتزا وكانت هنا خمرت معايا والكلام ده. انا بعملها ازاي؟ بحط عندي مثلا كيلو دقيق عليه نص كوبايه زيت ايا كانت بقى الزيت، او ممكن تستبدليها كمان بزبده او بسمنه. عايزه اقولك بتبقى طعمها كمان اجمل واجمل بالزبده بصراحه يعني. وبحط خميره فوريه ومعلقتين سكر كبار وذره ملح. ولو عايزه تنكهي العجينه نفسها ما تبقاش ساده، ممكن تحط لها سمسم، تحط لها زعتر، اي حاجه زي ما انت عايزه. تمام. عندي بقى هنا جبنه ميكس، قلت احطها على البيتزا. انا عندي ولادي مش بيحبوا الحاجات اللي على البيتزا بتبقى كتير دي. يعني انا لما بحط الحاجات الكتير دي اذا كان طماطم او فلفل او حاجات من الخضار يعني كتير، هما بينقوها ويرموها. فلما لاحظت عليهم كده قلت حرام بقى يعني احط الحاجات وفي الاخر هم يرموها وافضل انا اكل فيها، فحرام صراحه. فبطلت ان انا احط حاجات عليها كتير. بقى بيحبوها بالتونه بالسوسيس، حاجات كده خفيفه. وحاولي تخلي العجينه تكون بتلزق شويه في ايدك. على فكره لما بتعمليها بتلزق شويه بتبقى في الفرد سهله وبتديكي طعم حلو قوي. العجينه بتبقى طريه كده وجميله. عملت هنا الصلصه السريعه. الصلصه السريعه ان انا حطيت 3 معالق صلصه كبار، صلصه عادي اللي هي المعلبات ديت، وحطيت عليها معلقه زعتر وملح وخففتها بنص كوبايه ميه، وبقيت معايا صلصه جاهزه وسريعه ادهن بيها وش البيتزا. فحبيباتي بقى، يا رب كده يعني الكلام يعجبكم والروتين والحوار بتاع النهارده ان شاء الله يعجبكم. ومستنيه كومنتاتكم طبعا في التعليقات تقولوا لي ايه سبب صلة قطع الارحام. انتوا بقى قولوا، يعني قولوا كده في التعليقات واحنا من خلالها هنرد. الدنيا مش مستاهله، الدنيا نفس، الدنيا نفس خارج مننا، ولو خرج مش هيدخل تاني. فطبعا لازم ان احنا نحافظ على اهالينا وعلى اخواتنا، وان احنا نعاملهم كويس. عاملوا تعاملوا، يعني زي ما انت هتعاملي او زي ما انت هتعامل تمام هتتعامل. يلا الحمد لله، وربنا يبارك لنا كده في حياتنا ويرضى عننا ويحسن ختامنا يا رب، اللهم امين يا رب. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك، يعني اتمنى كده فضلا وليس امرا تحطوا لايك للفيديو دوت. ان شاء الله اشوفكم في روتين جديد وفيديو جديد وكلام جديد. واتمنى منكم ان تكتبوا في التعليقات تقولوا لي تمام. وبكده خلصنا كده روتيننا وخلصنا البيتزا بتاعتنا الجميله ديت. ويجربوها على طريقتي، وجربوا الصلصه السريعه دي كمان. اليومين دول بقى الناس بتبقى في مصايف او نوادي او كده او خارجه او راحه، بتبقى الصلصه دي حلوه قوي والله، وبتدي طعم وبتبقى مخليه البيتزا لونها جميل كمان. بصوا العجينه طريه ازاي، مش مستحمله. حاولوا تخلوها كده تلزق في الايد شويه وانتوا بتعجنوها يعني. بصوا الصلصه عامله ازاي، لونها احمر وجميل.
هنا كنت برشرش كده التونة كمان، ما بزودهاش عشان لو زودتها مش بيرضوا كمان ياكلوها، فحطيت كده حاجات ايه بسيطة يعني. وعملت لهم غدوة حلوة، وقضينا يوم الخميس كده بغدوة جميلة. فرحي ولادك واتغدوا واعملوا اللي انتوا بتتمنوه كله، وربنا يديكم الصحة ويبارك لكم يا رب في حياتكم وتلاقوا الخير بإذن الله. هنا بقى بشيل بقى الدقيق على الرخامة، وطلعت بقى البيتزا بتاعتي. عايزة اقول لكم كانت تحفة وطرية وجميلة جدا، ملهاش حل بقى. اشوفكم ان شاء الله في روتين جديد وفيديو جديد، واقول لكم مع السلامة، اشوفكم على خير ان شاء الله. عايزة دعوة كده حلوة من قلوبكم. مع السلامة حبيباتي.